ماذا لو فتحت محل حلاقة في اليونان القديمة؟ اليوم الأول تفتح مكانك في ساحة أغورا في أثينا مع ماكينة حلاقة، مرآة وعباءة الحلاقة. يجلس عندك شاب عداء ويقول إنه سيشارك بعد قليل في سباق السرعة الأولمبي. تعطيه قصة موهوك مستقيمة. بسبب المقاومة الهوائية المنخفضة جدا الناتجة عن القصة أثناء الجري، الرجل يفوز بالبطولة حرفيا. اليوم الثالث ينتشر الخبر: جندي إسبرطي يأتيك لأنه يريد أن يلفت الانتباه. تعطيه قصة إدغار مثالية. فورا يصبح نجم الأغورا، يدفع لك 3 أضعاف السعر بسعادة ثم يغادر. اليوم الخامس سقراط نفسه يقترب منك، يجلس ويقول بوجه جامد: قصة تجعلني أبدو أكثر حكمة. تقضي ساعتين كاملتين تضبط له تسريحة آيلاند بوي ويكس وتضيف له علاجا للوجه مجانا. ينظر سقراط في المرآة ويفتح فمه ليتكلم، لكنك تقاطعه: إذا كانت القصة تجعلك تبدو أكثر حكمة فهل تبقى حكيما بدونها؟ ينظر إليك بعيون واسعة لمدة 30 دقيقة كاملة، ثم ينهض ويغادر بدون أن يقول كلمة واحدة.